بتروح لعند الدوله بتقول لك اذا بتقرب عليهم انت بدك تتحاسب. طيب يا جماعه الخير هذول ذبحونا ودمروا البلد، شلون اني بدي اتحاسب وانت بدكش مقرب عليهم؟ بدك اثبات. المضحك المبكي اكثر بالموضوع انه انا اليوم عمري 39 سنه، اذا واحد بيلاقيني بالطريق وبيضربني كف ما بعرف لمين بدي اشتكي. هم اذا بتقول له مرحبا بالضبط بتلاقي الدوله كلها فزعت مرض، الدوله الجديده ما بتشوف غير هالدوريات اجت وشالت وانت سويت كذا وانت سويت كذا. قضاء عدم القضاء عندنا عدم. فاتوا على السجن 22 واحد، الشاطر بده يخلص منهم، بدي اطلعهم، بقول لك متهم بجرائم قتل، جرائم اباده، شلون بتطلعهم؟ قال اخي احنا ما بنقدرش نخليهم عندنا. شلون ما تقدرش تخليهم عندك؟ قال ما بنقدرش نخليهم عندنا. طيب نبلش نذبح العالم عن جنب وطرف يعني احنا؟ والله ما احنا مثلهم. ما بطلع بيتنا مش مثلهم، احنا مش مثلهم، يعني احنا ما احنا مثلهم. انا موضوع اني اشيل سلاح واحطه يعني احطه قدام واحد، يعني الموضوع مش ضابط عندي. موضوع اني اادي واحد ظلم ولو بكلمه بعده لحد الان مش ضابط عندي. يعني انا العالم تركوا العالم، يعني اللي قتلوه وترك وراء ارمله وعندها 4 اولاد، الكبير فيهم 5 سنين. اسره كامله بلا معيل يعني. هاي شو راحت العيله دمرت. لا الاولاد تربوا مثل الخلق، لا اكل لا شرب لا لبس لا نوم لليوم. وبتروح المراه بتشتكي بتقول لك انه احنا دمرونا، بقولوا لها بالقضاء وبالامن انه والله ما بطلعش بدنا نسوي لكم شيء.